النهارده بقى هنعمل رموش الست او عيون الشهد. هنعملها كده بمكونات بسيطة ومش هتاخد منكم اي وقت، يا دوبك في خلال 10 دقايق هتكون جاهزة وهتكون مرملة كده ودايبة معاكم. فيلا بينا نشوف الطريقة ونسمي الله. اول حاجة كده ببدأ بالسيرب او الشربات. بجيب كوبايتين كده من السكر وزيهم برضو كوبايتين كده من المية وعصرة نص ليمونة، وهبتدي ارفعهم على النار لحد ما يبتدوا كده في الغليان. بمجرد ما يغلي بالشكل ده هرفعه كده برضو من على النار واسيبه يبرد لحد ما ياخد درجة حرارة الغرفة. هنبتدي بقى في تجهيز رموش الست. هيكون معانا 125 جرام كده من الزبدة، هتكون برضو بدرجة حرارة الغرفة بالشكل ده، ونص كوباية كده من السكر البودر. انا طحناه في المطحنة في البيت، بنعمه بالشكل ده. وهبتدي بقى استخدم الاسباتيولا واحرك بقى السكر كده مع الزبدة لحد ما ينعم كده بالشكل ده ويسيح الخليط ويبقى شبه الكريمي كده معانا. هنا انا استخدمت بقى المضرب، هبتدي اقلبه بالمضرب لحد ما يبدأ قوامه يبقى فتح كده ويبقى شبه الكريم. هيكون معانا بقى 2 من عدد البيض، خد واحدة من البياض وواحدة كاملة من البيضة، وهبتدي اركن صفار البيضة كده على جنب هستخدمه للوش. خدت كده رشيت كده رشة من الفانيليا وهبتدي بقى اقلبهم كده مع بعض. وضفت هنا نص كوباية من الزيت. طبعا قد ايه الزيت بقى بيدي هشاشة كده للعجينة، وفي نفس الوقت هيدي الخليط شكل كريمي بعد ما كان متكتل كده. شايفين الخليط بقى شكله زي الكريمة بالظبط وسايل شوية بالشكل ده. هبتدي بقى احط معلقتين جوز الهند كبار، بيكونوا اختياري طبعا، لو مش حابين تضيفوهم بلاش، بس هو بيدي برزة كده للطعم شوية. هبتدي بقى اضيف بقى نص كوباية كده من السميد، برضو سميد البسبوسة. وهبتدي كل ما احط يعني مكون ابتدي بقى اضربه كده بالشكل ده بالمضرب. وهنا ضفت كوبايتين كده وربع من الدقيق ورشة من الملح ومعلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وهبتدي بقى اقلبه بالاسباتيولا كده من تحت لفوق، مش هعجن. هنا انا استخدمت الاسباتيولا ما استخدمتش ايدي خالص، العجينه بتكون طريه وجميله جدا معاكم. هنا بس لسه العجينه يعني محتاجه شويه دقيق، فضفت معلقتين كده بالشكل ده. وهبتدي اقلبها وهمسكها بقى بايدي لحد ما اشوف العجينه هي هنا اتلمت معايا بالشكل ده ولا لا. هنا العجينه ما شاء الله بتكون حلوه بالشكل ده وطريه هي. وهبتدي اختبرها بالشكل ده ولقيتها هي ما فيهاش يعني اي تشققات وبتكون ناجحه كده معانا. هبتدي بقى اجيب قطعه كده من العجين وابتدي اكورها بالشكل ده. طبعا انا بحب الشكل الدائري، بس هعمل معاكم الشكل اللي هو يعني متعارف عليه اللي هو شكل العيون بالظبط. هبتدي بس اعمل كور كده واحط واضغط عليها بشكل دائري كده. وجبت بقى برضو كورة وعملتها برمتها بشكل طولي كده، وهبتدي من الجوانب كده اعمل شكل العيون كده بالشكل ده. هبتدي اعمل معاكم الشكل التاني اهوت بالشكل ده بشكل طولي، وبعدين ابرز كده من الجناب على شكل العيون. وابتدي اظبطها بس لحد يعني ايه، عشان هي بمجرد ان احنا حاطين فيها بودر هي بترفع كده معاكم في الفرن، فندي فواصل كده للعجين علشان ايه ما يلزقش ببعض. جبت بقى صفار البيضة وهبتدي بقى ادهن بقى الوش كده بالشكل ده، وهدخلهم بقى فرن ساخن على درجة حرارة 160 من 160 ل170 من تحت بس. واول ما بلاقي لونها بيحمر من ده بشغل الشواية بس تاخد لون كده من فوق، بس نراعي ان هي ما تاخدش لون بزيادة عشان ما تتحرقش معاكم. واول ما بتطلع وهي سخنة بالشكل ده فهبتدي اسقيها بقى بالشربات اللي احنا حضرناه في الاول، هو بيكون بدرجة حرارة المطبخ. فهبتدي بقى اضيفه كده وهي سخنة بالشكل ده، وهغطيها بقى عشان تبقى طرية معاكم بالشكل ده. وهرجع تاني افتح عليها واقلبها عشان تشرب الشربات من فوق ومن تحت، وهتطلع الشكل النهائي بالشكل اللي قدامكم ده. قد ايه جميلة جدا وبتكون دايبة حرفيا ولونها بيبقى موحد كده. شايفين الذوبان اللي هي موجود فيها؟ بجد جميلة جدا، ودي حاجة كده مفضلة عندي يعني مش قادرة اقاومها بصراحة.
فبتمنى يعجبكم الفيديو. لو انتوا اول مره بتشوفوني متنسوش بقى فولو القناه ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.